لقيت أخت خطيبتي بتقولي إن أنا بحبك، وما عنديش مشكلة كمان إن أنا أقول لأختي إن أنا بحبك. طب إيه رأيك بقى إن أختي بتحب واحد من قبلك وضايفاه على الفيس ولسه لحد دلوقتي بيتكلموا، وأنا مستعدية أجيب لك سكرينات الشات ما بينهم هما الاتنين. ازيكم؟ أنا مهندس بترول، عندي 30 سنة، مسافر في دولة من دول الخليج، مستقر هناك وبقالي فترة. أنا ما عنديش أخت ولا أخ، دايما يقعدوا يلحوا عليا: يا ابني أنت لازم تتجوز، أنت هتفضل لحد إمتى كده؟ المهم نزلت أجازة، راحوا خطبت واحدة خطوبة صالونات. المهم البنت دي دكتورة. المهم الصراحة بعد ما قعدنا قعدتنا وخطبتها، الصراحة لقيت البنت محترمة وصوتها هادي وأخلاقها كويسة، وصراحة أنا اتعلقت بيها. الموضوع ده بقاله سنتين بالظبط. بقى من 6 شهور كده أخت خطيبتي كل ما بتطلب مني أي حاجة بعملها لها، يعني لو عندها مشكلة أو أي حاجة تكلمني وأنا بقدر أحلها لها. المهم لما كانت بتطلب مني مثلا أي حاجة، تطلب ميك اب، مرة طلبت أيفون، فطبعا أنا بتكسف إن أجيب لها هي بس، فبجيب كمان معاها لخطيبتي. المهم من 6 شهور بالظبط لقيت أخت خطيبتي بتقولي إن أنا بحبك، وما عنديش مشكلة كمان إن أنا أقول لأختي إن أنا بحبك. فطبعا في الأول أنا افتكرت إن هي بتهزر، لما لقيتها مصرة على الكلام وبتأكد إن هي فعلا بتحبني وعايزاني، طبعا رفضت الموضوع بشدة ونهيته واعتذرت لها بشكل كده إيه شيك عشان خاطر ما سببش مشكلة. المهم أول ما قالت لي: يعني أنت برضو مصمم؟ طب إيه رأيك بقى إن أختي بتحب واحد من قبلك وضايفاه على الفيس ولسه لحد دلوقتي بيتكلموا، وأنا مستعدية أجيب لك سكرينات الشات ما بينهم هما الاتنين. المهم الصراحة أنا قفلت معاها وفضلت أفكر، اللي هو يعني أنا أكيد مش مصدق الكلام ده، وفي نفس الوقت برضو أنا كراجل شرقي شايف إن هو إزاي، يعني أنا اتضايقت. حتى خطيبتي ابتدت تلاحظ عليا إن أنا ابتديت أقل معاها في الكلام، اللي هو مش أنا ده. وللعلم أختها دي توأم، هما الاتنين توأم. فأنا الموضوع شاغلني وتعبني قوي، اللي هو في نفس الوقت أنا مش عايز أظلم خطيبتي، وفي نفس الوقت أي راجل مكاني هيتضايق، اللي هو إزاي. أنا مش عارف أتصرف إزاي، الموضوع فعلا معصبني جدا، وبعدين أنا في غربة، يعني مش هتبقى قدامي عشان خاطر إن أنا أتأكد من الموضوع، فمش عارف أعمل إيه. فملقتش غير إن أنا أبعت لحضرتك وللناس اللي عندك تفيدني وتقولي أتصرف إزاي، ويا ريت الناس عندك تحط نفسها مكاني، اللي هو لازم أتصرف على الأقل إن أنا لازم آخد قرار بحكمة، اللي هو ولا أظلم نفسي في الأول ولا أظلم خطيبتي، فمش عارف أعمل إيه. خليني في البداية أفكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ومتابعني ما تنساش تقول رأيك في الكومنتات وتعمل شير ولايك. أما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله لما يوصل بينا الحال إن الإخوات يعملوا كده ببعض، يبقى احنا لا حول ولا قوة. أنا شايف من وجهة نظري طبعا إن في حاجتين ممكن تعمل حاجة فيهم، وطبعا ده اللي هيريحك. في البداية مفيش أفضل من الصراحة، يعني الصراحة هي نجاة لأي حاجة. أنا شايف إن أنت لو هي بعتتلك السكرينات دي بعتتها لك، أنت ممكن تواجهها بيها، وعن طريق ردها للكلام اللي هي هتقوله لك بناء عنه أكيد أنت هتبقى عندك القدرة إن أنت تبقى قادر تميز إذا كانت هي بتلاوع في الكلام أو صادقة. فبناءً عنها أنت هتقدر تقرر إن أنت هتكمل أو مش هتكمل، والموضوع هيكون راجع ليك. في بقى شق تاني وده كنت قريت عنه قبل كده، إن التوأم بيبقى فيه واحد عنده اضطراب نفسي، اللي هو بيبقى عنده مشكلة نفسية مثلا، وده ما بيبقاش غالبا يعني اللي أعرفه طبعا والله أعلم. لو أختين هي هتتخطب وهتتجوز، فبتبقى في حتة غيرة إن إزاي هتسيبها وتمشي وهي لسه ما اتجوزتش. وخلينا نتكلم في العموم، في أي بيت برضه بتبقى فيه غيرة، بس مش لدرجة إن أنا يبقى الموضوع بجاحة إن أنا أقول لخطيب أختي أنا باحبك، وهاقول لأختي الكلام ده، اللي هو صعبة جدًا، اللي هو إزاي يعني. وفي نفس الوقت ممكن تكون بتقول كده لعل وعسى مثلًا على أساس إن هي تفركش الخطوبة بس، يعني اللي هو مش وراها مغزى تاني غير إن أنت تكون ليها يعني. وده طبعًا رأيي المتواضع جدًا، وأكيد طبعًا الناس لو عندها حاجة هتقدر تفيدك في الكومنتات، أكيد الناس مش هتتأخر وهتكتب لك في الكومنتات رأيها، وأكيد طبعا أنا بشارك الناس وبرد على كل الكومنت بتاع الناس.